السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هعمل لكم البيف استراجانوف ان شاء الله. هي وصفة معروفة، وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها. جميلة قوي قوي قوي. معانا شرايح لحمة بفتيك عادية، اللي هي بتبقى من وش الفخدة او من السمانة. ببتدي اللي هي تتقطع بقى شرايح رفيعة. ف... فانا بلفها بالطريقة ديت عشان تبقى سهل تقطيعها. هقطع الكمية كلها، وبعدين هبتدي بقى اتبلها بملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة. البابريكا المدخنة معلقة ونص. وديت الخردل اللي هو لونه فاتح، لونه بيبقى اصفر. آه، هو نوعين الخردل، انا بوريكم النوع التاني لان كان في واحدة حبيبتي كنت انا عاملاه في فيديو وسألتني عليه. فهو الخردل اللي هي الحبوب الرفيعة قوي دي، في منها نوعين: النوع البني ده والنوع الاصفر اللي هو باهت زي اللي انا حطيته في اللحمة. انا عشان الاصفر عندي خلص فانا وريتها اللي هو البني، اللي هو بيتعمل منه المستردة. رجعت حطيت كمان معلقة خل. يبقى معانا ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه. لو مفيش مدخنه عاديه تحطي بابريكا عاديه، يعني بس الحقيقه المدخنه بتدي ريحه ونكهه جميله قوي. المهم وحطيت خل وقلبت كله وتبلت فيه اللحمه وحطيتها على جنب. هنا بقى انا هعمل الخلطه اللي هي تبقى مرافقه للحمه لما اعملها. قطعت بصل شرايح، وده خيار مخلل برضو هقطعه شرايح. وبعدين حطيت شوية بقدونس وهنحط عليه شوية من السائل التخليل بتاع الخيار. هقلبه فيه واسيبه منقوع شوية. الحقيقة الإضافة ديت على شرايح اللحمة عطت نكهة وريحة وهي بتتعمل بجد في منتهى الجمال. هسيبها بقى على جنب شوية، وبعدين هاجي بقى على البوتاجاز احط شوية زيت صغيرين، سواء ذرة او دوار الشمس. ولو تفتكروا انا كنت عاملة فيديو قبل كده عملت فيه المشروم، ولانها كانت كمية كبيرة فخزنت منها كام علبة كده في الفريزر. طلعت واحدة هي معمولة جاهزة، بس انا ايه بفكها كده من بعضها وتروح سقعتها شوية السقعية اللي فيها. متبله المشروم وكل حاجه. انا هنا بقى عصرت او صفيت البصل والخيار والبقدونس من الميه السائل اللي كان فيه، صفيته كويس قوي. وبعدين حطيته على المشروم، قلبته دقيقه واحده بس لان هو السائل اللي كان منقوع فيه دبله. فخلاص انا مش عايزه اكتر من كده، انا بس قلبته مع المشروم عشان ياخدوا نكهه بعض. هفضيها بقى في بولة وابتدي، حطيت شوية زيت صغيرين وابتدي بقى انزل باللحمة. هنا لازم النار تكون عالية وما انزلش باللحمة كلها مرة واحدة. معلش انا جزء مني طار وانا بقلب لكم اللحمة بقيت انزلها شوية شوية. كل ما والنار عالية كل ما الحبة اللي نزلتهم لونهم يتغير انزل حبة كمان. الفكرة ان انا بدي اللحمة صدمة وما خليهاش تنزل السوائل اللي فيها. بعد كده وطيت خالص وغطيتها وسبتها لما نزلت ميتها كلها وشربتها. وبعدين لما استوت بقى انا شفتها اختبرتها لقيتها استوت. حطيت عليها معلقة دقيق وقلبت علشان الدقيق بس ياخد نكهة كده ويتحمر شوية. قلبته مع اللحمة. بس هنا مش هسيبه بقى، لازم افضل اقلب على طول.
بعد كده حطيت هنا نص كوباية حليب، وبرضو الجزء بعد كده هزود كمان شوربة، بس برضو طار في المونتاج، معلش انا اسفة. حطيت شوربة لان طبعا هي كده لسه سميكة، لازم اخففها شوية، فحطيت لها شوربة. كان عندي شوربة لحمة، حطيت لها شوربة بعد ما اتشربت اللبن. هنشوفها دلوقتي شكلها بعد ما الشوربة اتحطت عليها. اهي هنا كده انا كنت حطيت بقى الشوربة، وخلاص هي كده اللحمة استوت بالدقيق. هحط بقى الخلطة الجميلة اللي هي بتاعة المشروم والبصل والخيار. خلاص بكده بقى خلصت. بقدمها مع مكرونة، ممكن مع رز.